3 الفجر بتوقيت جرينتش، والنهارده تاني يوم من ايام الاسبوع. واللي حصل النهارده في الكام ساعه اللي عدوا دول، طبعا انا حفظتك ان 3 الفجر بتوقيت جرينتش معنى كده ان السوق شغال بقاله 5 ساعات. بدأ الساعه 10 بالليل بتوقيت جرينتش السوق الاسترالي، والساعه 12 بتوقيت جرينتش بعدها بساعتين بورصه طوكيو، والساعة 1 صباحا بتوقيت جرينتش بورصة شنغهاي. لو انت متداول او مستثمر، عايزك تبقى فاهم قوي مواعيد افتتاح البورصات العالمية ومواعيد اغلاقها، عشان تبتدي تعرف كل سوق سمات او صفات المتداولين او المستثمرين فيه ماشية ازاي. بقالنا 5 ساعات شغالين، ونفس اسعار امبارح اتلخصت النهارده في ال5 ساعات. بفكرك ان احنا امبارح نزلنا من 412 ل 3971 في كسر واضح لمنطقه الدعم القويه عند 4000 دولار، وقفل عند 3988. طلع النهارده لغايه 4012 وقعد شويه وراح نازل من 4012، شغال دلوقتي في منطقه 3990 3985. احنا بنراقب دلوقتي مستويين ال 4000 وال 3950 اللي هو تقريبا قرب ينزل لها مع هدوء الحرب التجاريه بين امريكا وبين الصين. وخصوصا انا عايزك برضه تبقى مربط الدنيا في بعض. امبارح في امريكا مؤشر البورصه عمل رقم قياسي، ده معناه ان شهيه المخاطره والاستثمار عاليه جدا، وده عكس الذهب، وده احد اهم اسباب هبوط الذهب امبارح. يعني انت لو راجل بتتداول او بتستثمر في الذهب، عايزك تبقى عينك قوي على مؤشرات بورصه امريكا، لان بورصه نيويورك اكبر سوق مالي في الاسهم في العالم، وده بيقيس او بيوضح شهيه المخاطره والاستثمار ماشيه ازاي. لو لقيت البورصه عالت قوي، تعرف ان الناس نفسها مفتوحه للمخاطره وللاستثمار، وبالتالي التحوط بتاع الذهب بينزل، وده اللي حصل امبارح. النهارده عندنا عده اجتماعات لترامب مع دول شرق اسيا، وبكره طبعا خبر الفيدرالي هتكلم عليه او تاثيره هيبتدي يبان معانا من النهارده بالليل. هحدث على مدار الساعه اي جديد فيما يخص التحليل الاساسي اللي بدوره هيأثر على التحليل الفني.